الزمالك يتحرك لضم لاعب من الدوري الروسي، وموقف صلاح مصدق يتضح. يقدم لكم موقع دوار بلدنا النشرة الصباحية من قلب القلعة البيضاء، حيث نتابع معكم أحدث التطورات والأخبار الحصرية داخل نادي الزمالك، ونرصد استعدادات النادي للموسم الجديد وتحركات الإدارة على جميع الأصعدة، سواء في ملف الصفقات أو التحضيرات الفنية والطبية، بالإضافة إلى آخر المستجدات المتعلقة باللاعبين المعارين والمباريات المقبلة. تابعوا معنا التفاصيل كاملة. يخطط مسؤول القلعة البيضاء وتحديدا جون إدوارد للتعاقد مع أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي، بعدما كان اللاعب محط أنظار مسؤولي الغريم التقليدي الأهلي. وفي ذات الوقت يسعى الزمالك لإنهاء ملف حامد حمدان وانضمامه للفريق رغم رفض بتروجيت، إلا أن الأبيض متمسك به. ويسعى الزمالك لإنهاء موقف صلاح مصدق لاعب الفريق بعدما أصيب مدافعه أحمد حسام بقطع في الرباط الصليبي، وفي حال عدم التعاقد مع مدافع جديد سيستمر مصدق مع الأبيض. وبدأ مسؤول الزمالك دراسة عدة خيارات لتدعيم الخط الخلفي، وكان إياد العسقلاني مدافع فريق روستو الروسي أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة التفاوض. وينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية اليوم الثلاثاء حتى يوم 27 من يوليو الجاري.